السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 178 و 179 من كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس الجنرال اكسرسايز على الدرس الثالث. نقول بسم الله. متنسوش يا شباب اللايك والشير والاشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات والواجبات. يلا بينا. السؤال الأولاني بيقول لك choose the correct answer from A, B, C or D. رقم واحد بيقول لك to give up، لكي تستسلم means بتعني to stop trying يعني انت توقف المحاولة. اما توقف المحاولة ده اسمه استسلام يعني give up. طيب رقم اتنين بيقول لك ايه something بيكون شيء ما that is not thin، ما بيكونش رفيع هتقول له thick. طيب رقم 3 what size ما المقاس او ما الحجم is your t-shirt، قال له small يعني صغير. read and complete the text with the word in the box، اقرأ القطعة وكمل بالكلمات اللي في البوكس. عندك help يساعد، proud فخور، شور يعني اللي هو الشاطئ، sail يعني يبحر. once upon a time ذات مرة there was a very big ship، كان بيوجد سفينة كبيرة which sailed across the ocean اللي كانت بتبحر عبر المحيط. it was proud of its size يعني كانت فخورة بحجمها and strength وكمان قوتها. one morning في صباح يعني بيقول لك هنا the ship السفينة come close قربت ان هي to the shore ان هي تكون قريبة من الشاطئ. but it got stuck لكن هي بقت عالقة in the heavy mud في الطين السميء الكثيف. all big machine كل الآلات الكبيرة الضخمة tried to help حاولت ان هي تساعدها but they failed لكن هم فشلوا. a small digger يعني حفار صغير was the only كان الوحيد that could help it اللي قدر ان هو يساعدها. نيجي هنا في الترتيب the ship السفينة هتقول له got stuck يعني أصبحت عالقة in the mud في الطين. رقم 2 هتقول له why did they laugh يعني هما بيضحكوا ليه. رقم 1 هنا في رقم B هتقول له the child الطفل is grateful بيكون بيشكر to the doctor بيكون ممنون بالشكر للدكتور. رقم 2 هتقول له ships السفن can carry بتستطيع ان هي تحمل heavy كارجو اللي هي الشاحنات او الحمولات الكبيرة. دي صفحة 178 يا بطل. يلا بينا على صفحة 179. صفحة 179 في read and write. اول واحدة بيقول لك the park الحديقة is more beautiful بتكون أكثر جمالا هتقول له than the lake من البحيرة. هنا بيقول لك summer is hotter than winter يعني الصيف بيكون أكثر حرارة أو أشد حرارة من الشتاء. رقم 1 في بي هتقول له eating sweets يعني أكتر يعني أكل الحلويات is worse أكثر سوءا than fruits من الفاكهة. she is more beautiful هي بتكون أكثر جمالا than her friends من أصدقائها. يلا يا بطل ندخل بقى على البانكتويت the following. أول واحدة هنا زمان الرجل was proud of his strength يعني الرجل كان فخور بقوته. أنا عندي حرف التي هنا كابيتال وتحط هنا طبعا فول ستوب نقطة في نهاية الجملة. هو I tried to help the bird هتحط الدبليو كابيتال وتحط question mark عشان ده سؤال. نيجي هنا للبراجراف بيقول لك اكتب باراجراف من 30 كلمة عن helping others مساعدة الآخرين. هتقول له we should help each other يجب علينا ان احنا نساعد كل مننا الآخر. we can help our family نحن نستطيع مساعدة العائلة. friends الأصدقاء and people والناس in need اللي بيحتاجوا طبعا للمساعدة. helping other مساعدة الآخرين give me strength يعني بتديني قوة. we also نحن أيضا feel good بنشعر حاجة حلوة كده and proud of وبنكون فخورين بنفسنا لما بنساعد الآخرين. خلاص يا بطل وقف الشاشة بقى كده، وقف الفيديو الباراجراف على قلم مهلة خالص. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. حلينا مع بعض الجنرال اكسرسايز صفحة 178 و 179 من كتاب المعاصر انجليزي سنة 5. بالتوفيق والنجاح ليكم يا رب. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من حل التدريبات والواجبات وحل الكتب المدرسية والتقييمات الأسبوعية. مع السلامة حبايبي.